لو بدور على طريقه تستخدم بيها فيو 3 مجانا وبلا حدود، يبقى انت في المكان الصح. جبت لك طريقه سحريه سهله وبسيطه ومن غير اي اشتراكات. مجنونه يا قوطه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلطه كلها حديد. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمه الفيديو يا صديقي العزيز، النهارده جايب لك طريقه سهله وبسيطه جدا تقدر تشغل بيها فيو 3 مجانا بلا حدود وبدون اي اشتراكات. هو بحساب جوجل بتاعك بس، ومش هنحط اي فيزا ومش هنحط اي حاجه خالص. كل اللي عليك يا صديقي من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف هيدخلك على رابط التدوينه. هتنزل كده لاسفل التدوينه، وزي ما عودتك هتلاقي رابط مباشر هيدخلك على الصفحه اللي احنا عايزينها في شرح النهارده، جوجل كلاود. كل اللي عليك يا صديقي هتبدا تضغط جوين بالشكل ده وتبدا تسجل بحساب جوجل بتاعك، تضغط ساين ويز جوجل، تبدا تكتب هنا التاريخ الميلاد مثلا، اي حاجه كده، مش لازم نفس التاريخ اللي انت عملت به الحساب عادي. انا لست برنامج روبوت، وهنبدا نضغط اكسبت، وبالشكل ده احنا سجلنا دخول. هنضغط هنا كلوز، وفي الواجهه دي هنبدا نضغط على اكسبلور كاتالوج، وفي الواجهه اللي هتظهر لنا كده في خانه البحث هنبدا نكتب جنريتيف اي اي بالشكل ده، وهنبدا ندور على الجنريتيف اي اي برومبت ديزاين اللي هي 45 مينت. هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده، هيبدأ يفتح معانا واجهة جديدة. هنبدأ طبعا نضغط هنا في الاختيار اللي فوق كده على ستارت لاب، بدء تشغيل المعمل. نضغط على لست برنامج روبوت، هياخد معانا في حدود 3 دقايق علشان يشتغل. بعد ما يشتغل معانا بالشكل ده، طبعا انت معاك 45 دقيقة عشان تقدر تشتغل فيها داخل المعمل اللي انت طلبته. بعد ما بيخلصوا بتبدا ان انت تشغل معمل جديد. هنيجي كده بالماوس على اوبن جوجل كلاود كونسول، ونضغط كليك يمين ونبدا نفتحها في واجهه متخفيه. نبدا دلوقتي نضغط هنا كده افهم ذلك، وطبعا هنا هنوافق على الكلام ده كله ونضغط كده اجري، وبس كده احنا دلوقتي داخل المعمل. بصراحة المعمل ده مليان ألغام، يعني في حاجات كتيرة جامدة جدا. طبعا كل اللي يهمنا دلوقتي هنيجي على فيرتكس اي اي، وهنبدأ ندور على ميديا ستوديو. نضغط عليها بالشكل ده هيدخلنا على عالم الميديا، الصور والفيديوهات والصوت والكلام ده. زي ما انت شايف كده هنا نقدر نستخدم ايميجن، طبعا هنستخدم ايميجن 4 احدث حاجة، تقدر تعمل صوت، تقدر تعمل موسيقى، وكمان تقدر تستخدم فيو 3. وده المعني بالموضوع بتاع الفيديو. نضغط عليه بالشكل ده يدخلنا على واجهة بسيطة زي ما انت شايف كده. طبعا زي ما انت شايف هنا كده في الاختيار الاول فوق هنا انت بتستخدم احدث نسخة من فيو 3، وتقدر تستخدم اي نسخة تانية. طبعا هنا عدد النتائج اللي هتطلع لك تقدر تخليها لحد 4 فيديوهات يطلعوا لك في المرة الواحدة، وانت اختار بقى يا معلم ايه اللي يناسبك. طبعا هنا مدة الفيديو طبعا 8 ما تقدرش تلعب فيها. الجودة بتاعت الفيديو هنا ممكن تخليها لحد 1080، يعني حاجة جامدة جدا. بس كده مفيش اي اختيارات تانية مهمة تقدر ان انت تعدل عليها. طبعا هنا طبعا هنبدأ نحط البرومبت بتاعنا. انا مجهز برومبت، فهبدأ ان انا احطه هنا كده كنترول في. عامل برومبت بسيط لباتمان واقف في السوق بيبيع خضار وبيقول مجنونة يا قوطة. هنبدأ نضغط كده هنا كده جنريت. طيب يا جماعة كده النتيجة خرجت معانا، وزي ما انت شايف كده بدل النتيجة 4. طيب وفي ملحوظة مهمة جدا، لو انت لاحظت انا حطيت برومبت عادي زي ما بحطه كده داخل جيميناي، لكن للأسف مرضيش، بيقول ان فيه مشكلة. فللأسف هنا داخل المعمل لازم تشتغل بصيغة جيسون. هتاخد البرومبت بتاعك الطبيعي اللي انت عملته واديه لشات جي بي تي، قول له عايزه بصيغة جيسون متوافق مع فيو 3، بس كده، وهو هيديك برومبت جديد كده بصيغة جيسون. هتيجي تحطه هنا وهينتج لك الفيديو بصراحة بتفاصيل احسن وافضل بكتير كمان. نبدأ نشغل كده اي نتيجة منهم. هو حط لي مش عارف زي كده كابشن من تحت، مجنونه يا قوطه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلطه كلها حديد في الشوارع. مجنونه يا قوطه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، يعني فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلطه كلها حديد. ولو في اي نتيجة عجبتك وعايز تزود على ال8 ثواني اللي هو مديهم لك وتكبر الفيديو، طبعا بمجرد ما بتيجي عليها بالماوس كده هيظهر معاك اختيار صغير كده عامل زي العصاية السحرية، تضغط عليه علشان تبدأ تعمل اكسباند للفيديو، يعني تزود مدة الفيديو. طبعا هي مش متاحة ليه؟
لان انا بستخدم الكواليتي 1080. لكن لو استخدمت الكواليتي 720 هقدر ان انا ازود مدة الفيديو. وطبعا لو انت حبيت اي نتيجة من دولت وعايز تحملها بس هتضغط على ال3 نقط دول وهتبدأ تضغط على كلمة تحميل او تنزيل. طبعا دلوقتي بتسأل نفسك لو انا عايز ارفع صورة كريفرنس واحولها لفيديو مثلا، او ارفع صورة او ملامح وجه وعايز اعملها ثابتة في الفيديو. طبعا للأسف في الفيو 3 اللي هو بيبقى فيه صوت مش هتقدر ترفع الصورة. لكن لو حولنا الفيو 3 ده وخليناه فيو 2، فيو 2 طبعا بيقبل الصورة، فهتلاقي عندك اختيار الابلود ده اتفتح معاك. وطبعا تقدر ان انت تعمل صورة جاهزة على طول باستخدام ايميجن وتحولها لفيديو. زي ما انت شايف كده بتختار مقاسات الصورة بتاعتك وتبدأ تختار الموديل بتاع ايميجن وتبدأ تحط البرومبت ويطلع معاك النتيجة زي ما انت شايف كده. تقدر تعمل برضو عدد النتائج زي ما انت عايز. بتختار النتيجة اللي عجبتك وتبدأ تضغط عليها يفتح معاك واجهة جديدة زي ما انت شايف كده. تقدر تضغط هنا كده جنريت فيديو علشان يبدأ يحولك هنا لواجهة الفيديو، علشان تبدأ هنا تحول الصورة اللي رفعها لك كريفرنس وتحولها لفيديو بعد ما تكتب البرومبت. وبس كده. تابع القناة وان شاء الله لو في اي حاجة دي تخص فيو 3 ان شاء الله ننزلها لكم اول باول. وزي ما انا كاتب كده في الصورة دي الطريقة الاولى، ان شاء الله في طريقة تانية بس فيها شوية تريكات ومشاكل كده برضو، هي هتكون مجانا وبلا حدود ومن غير اي اشتراكات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.